نتلاقى مع السفير الشيبي يقدم لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام. في البداية ضروري نهني وهنئوا كل الحاضرين والحاضرات معنا في هذه الوقفة القوية. هذه الوقفة هذا الشكل هذا يمثل روح في هذه الأمة، روح كتمثل أن القلب النابض الأمة لا زال حيا، وأن الأمة الإسلامية بخير، ما حصل اليوم من جرائم للعدو الصهيوني، هذه الجرائم ليست غريبة، ماشي غريبة. هذا الكيان الصهيوني كيان غاصب قاتل، تاريخه مع الأنبياء، قتلة الأنبياء. هؤلاء الناس هم قتلة الأنبياء، ذبحوا عشرات ومئات الأنبياء على صخور. هذا هو السيرة ديالهم، تاريخهم. الآن الوضعية ديالهم العالم كله كشف واتضحت له صورة هذا السرطان في المجتمع، في الأمة الإسلامية كاملة، في العالم كامل. الصهاينة ما كيمثلوش خطر غير على المسلمين، الصهاينة كيمثلوا خطر على البشرية، وعبر التاريخ تنكشف خدعهم وتنكشف خبثهم ومجازرهم. وهذا العنصر وهذا السرطان يجب أن نحاربه. إخواني والأخوات، الله عز وجل جعل من سنته تدافعا بين الحق والباطل. هذوما الباطل كيشكلوه الصهاينة في العالم كامل، متحكمون في العالم كامل، في أمريكا، في أوروبا، في الدول العربية والإسلامية، متحكمين في الرؤساء، في الملوك، متحكمين في كل شيء. ولكن في الصف الآخر كاين رجال اللي غيواجهوا هذا السرطان، وغيواجهوا هؤلاء المجرمين القتلة، هاد العناصر اللي موجودة معنا، هاد الشباب والنساء اللي حاضرين معنا، جزء من النهضة وجزء من الصراع وجزء من التدافع مع الباطل. الشباب، الكلام موجه للشباب. المعركة طويلة، المعركة ماشي صغيرة مع هؤلاء الناس، المعركة طويلة. الله عز وجل يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، كل في موقعه. هذا الصراع خصنا نفهموا واحد القضية مهمة. هذه الوقفات ماشي بسيطة، عندها معنى. راه كتوصل رسالة للسلطة، كتوصل رسالة للمسؤولين، كتوصل رسالة حتى للمجاهدين في فلسطين، كتوصل لهم الصور ديال هذه الوقفات وكيفرحوا بها، لأن ملي كيشوفوا المغاربة خارجين كيقولوا هادو مصطومين معنا، ولكن ملي كتبقى في البيت ديالك وما كتخرج كيبقى فيهم الحال، كيقولوا نحن معزولون، حنا بوحدنا. لذلك الله عز وجل كيدعينا باش نكونوا في الميدان، في هذا التدافع مع هذا الباطل الكبير المستكبر في الارض. ومن الناس من يبخل، واللي بخل في الحضور في الوقفات، في الجهاد بالكلمه، بالمال، بالسلاح، في مواطن الجهاد المشروعه. الذي يبخل انما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء وامثالنا. راه هذا الدين منصور باذن الله، هذا الدين غيتنصر يقينا وحتما، بينا ولا بلا بينا. راه حنا خصنا نقلبوا على الاماكن ديالنا في هذا الصراع باش نكونوا حاضرين، كنرفعوا العين، كنرفعوا الراس ديال الامه. المسيره شكون اللي مستعد للمسيره؟ واش نديروها دابا؟ واش مستعدين دابا؟ مزيان الاستعداد، نديروا الاجراءات القانونيه باش نكونوا مريقلين. بغينا نشوفوا غير الاستعداد ديالكم، ندعيكم تكونوا حاضرين. السلام عليكم شباب. قلنا هذا الدين منصور بالمجاهدين، منصور بالصادقين، منصور. شوفوا واحد القضيه مهمه، ما حصل في غزه. علاش الكيان الصهيوني كيقتل في الابناء، كيقتل في الضحايا المدنيين؟ عرفتوا علاش؟ واش عرفتوا علاش؟ لانه مني بهزيمه النكراء. راه شوفوا، راه اقوى جيش من جيوش العالم ينكل به
ينكل به مع واحد ثلة المجاهدين على داكشي كما كيقولوا بالدارجه. ما تسلطعش ليهم ان مجاهدين الى حد ما عزل معزولين عن العالم يقتلون في اعظم جيش مدعوم من امريكا، من بريطانيا، من المانيا، من العالم كله. مع الاسف حتى من حكام العرب، حتى من الدول العربيه والاسلاميه. مؤسف جدا، ولكن الله نصرهم، نصر هذه المجاهدين واذلوا الشرك والمشركين وقتلوهم تقتيلا. لذلك الدين منصور باذن الله برجاله ومجاهديه. نختم بهذا الكلام، هذا كلام عملي. الله يرضى عليكم شويه الانتباه، لان هذه الوقفات راه ماشي الاخوان والاخوات والاساتذه والاطر اللي معانا ما لقاو ما يداروا جاو، لا، راه جايين لقضيه لرساله. الله يجازيكم بخير. ما هو المطلوب منا؟ شو المطلوب منا الان؟ اولا انا احيي الهيئتين اللي نسقوا اليوم باش داروا هذه الوقفه، لان كل واحد كيدير الوقفه ديالو عنده اعتبارات سياسيه. هذا غير مقبول. خص جميع الهيئات تتوحد في قضيه واحده تجمعنا الاسلاميين وغير الاسلاميين واحزاب وهيئات ومنظمات ودعاة وعلماء ومفكرين. خصنا كاملين نتوحدوا في يافطه واحده، ولا داعي للاسماء واليافطات. هذه الاولى. الثانيه، خصنا نحضروا كاملين في الوقفات والمسيرات. اي واحد دعا الوقفات نحضروا ليها، ماشي اللي يكون هاد الهيئه داعي ليها نحضر، واحد هيئه واحده اخرى ما نحضرش. هذا شي حاجه ماشي هي هذيك. نحضروا في جميع الفعاليات، في الوقفات، في المسيرات، في الفيسبوك والمواطن ديال التواصل الاجتماعي، كاع المواقع والوسائل ديال التواصل الاجتماعي نشتغلوا فيها ونبارطاجيو ونبلغوا الكلمه ديالنا والرساله ديالنا. الموضوع المقاطعه، الله يرضى عليكم، ما خصوش يموت هذا الموضوع خصو يبقى حي، وخا نكونوا قله في هذه القضيه. المقاطعه ثم المقاطعه. قضيه كارفور يجب مقاطعته. ما عرفتش علاش الناس عاودوا رجعوا لكارفور. علاش مقاطعه كارفور؟ وندعيو الناس. راه دار واحد الحمله بالمناسبه، دار واحد الحمله كبيره، خفض الاثمنه، حط مجموعه ديال الخدمات، حط مجموعه ديال التخفيضات. مقاطعه كارفور الاخوان والاخوات، مقاطعه كل المنتجات والشركات العملاقه الداعمه للكيان الصهيوني. كاملين نعبي هذا الامر هذا. ثم نختم بهذا التوجيه هذا. الابناء ديالنا، وليداتنا والتلاميذ والشباب، الله يرضي عليكم الاباء، نربي ابناءنا على القضيه الفلسطينيه ليكونوا نصراء لها، ليكونوا رجالها، نوجدوا الجيل ديال التحرير. لان شوفوا الاخوان والاخوات، التطبيع ينخر هذا البلد المغرب، ويجب ان نواجهه بقوه، وان نواجهه بحكمه، وان نواجهه بحضور قوي ووعي ثاقب ديال كاع الشباب ديالنا. لذلك نربيو الاجيال والشباب اللي صاعد على هذا الوعي، لان المعركه معركه وعي يخصنا نخوضوها. ثم الرساله الاخيره للجامعه، الطلبه في الجامعات. الجامعه يجب ان تتحرك، الجامعه يجب ان تثور، الجامعه يجب ان تنتفض. الطلبه اللي حاضرين معنا من كل الفصائل، خصكم تحركوا الجامعات باش تكون هذاك هو القلب النابض للامه. لذلك في المسيره والمعركه مستمره، والدين منصور باذن الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان نكون من هؤلاء النصراء لهذا الدين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.